السلام عليكم. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة البسيطة، البطاطا بفلفل الدريس. وصفة تقليدية تجي بنينة ما شاء الله. تبعوا معايا باش تشوفوا طريقة العمل والمقادير. بسم الله، نبدأ على بركة الله. ناخذ فلفل الدريس ونحطه في البول ولا في أي حاجة حسب الكمية اللي درتوها، ونزيدوا عليه ماء مغلي ونخليه حتى يتنفخ ونرحيوه. في مقلة نحطه حبة بصل صغيرة مرحية مليح، نطحنوها مليح ونزيدوا عليها شوية ملح وشوية زيت ونخلي حتى تتقلل البصلة شوية، ونزيد عليها 3 فصوص ثوم سكرفجين ونخليهم تاني يتقلوا شوية. ودوكا نزيدوا لها هداك الفلفل الدريس اللي طحنته، ونزيدوا عليه حبة طماطم سكرفجة أو ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة، ونخلطهم مع بعض ونخليهم يتقلوا تاني شوية على النار تحت المتوسط. ودوكا بعد ما تقلوا كامل مع بعض نزيدوا البطاطا نقطعوها بهذا الشكل ونخليها تاني تتقلى شوية معاهم. ودوكا بعد ما تقلت البطاطا معاهم نضيف لها ملعقة كبيرة فلفل أحمر أو فلفل عكري ونحركهم مليح. ودوكا مباشرة نجوزو نديروا لها ماء بكمية قليلة، ما تتغطاش حتى البطاطا، غير وين يوصل للنصف تاع الكمية اللي درتوها في المقلة ولا في المرميطة كيما تشوفوا في الصورة. ونغطيوها ونخليوها تطيب على النار هادئة. شوفوا بعد ما طابت كيفاش جات. ودوكا نحبكم حبة بطاطا تشوفوها كيفاش جات طيبة ما شاء الله. نتمنى عجبتكم وصفة اليوم. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة والضغط على شعار القناة الظاهر أمامكم وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. إلى اللقاء، سلام.